سلام عليكم. يقول المعصوم عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. هذا رواه البخاري ومسلم. أنا أسألك سؤالا: كم تظن أنه يستغرق من قول سبحان الله بحمده 100 مرة؟ لقد جربنا ذلك وجرب غيرنا دقيقة واحدة 60 ثانية. هل وقفت يوما وحافظت على هذا الذكر دائما وأبدا؟ أما وجدت في حياتك دقيقة واحدة؟ كل يوم تأخذ ورد؟ بل أعرف أنا من الصالحين من يذكر أكثر من 1000 مرة، ومنه أكثر من 3000 إلى 4000، لكني أقصد أنا من المقصرين من أمثالنا. يعني ما تقف دقيقة لتسبح الله سبحان الله بحمده 100 مرة لتكسب تغفر ذنوبه. قال بعضهم: السيئات الصغار أو نحو ذلك. المقصود أن نقبل بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهرها ونرحب بها، ونقول: فعلوا الأحاديث النبوية، اعملوا بها. لقد كثرت التغريدات، لكن في الدنيا وفي السياسة وفي الثقافة العامة وفي القيل والقال والأكل والشراء والرياضة والفن، فأين تغريدات أهل الإيمان؟ التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. أين الكلام الذي يوصلك إلى رضوان الله؟ أين غراس الجنة؟ أين الكلام الطيب الذي يرفع إلى الله؟ أين الحديث الذي تسجله الملائكة؟ اهتموا حفظكم الله. والجامع في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين له.